السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل صحة وأحسن حال. يلا كده ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكومنت جميل منك ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. طبعا عامله لنا ايه يا ست ام مالك النهارده؟ انا اول مره في حياتي جوزي يطلب مني طلب وانا ما كنتش عندي اي فكره عنه. المقلوبه. ايه هي المقلوبه وايه مكوناتها؟ الله اعلم. انا عملت كده من نفسي حاجات واختراعات وربنا يستر من النتيجه في الاخر. تعالوا شوفوا معايا ام مالك عملت ايه، ويا رب اكون نجحت في العملية العويصة اللي أنا دخلت نفسي فيها. جبت طبعا أول حاجة البطاطس والبتنجان، زي ما أنا بسمع كده إن هي بيتحط لها بتنجان وبيتحط لها بطاطس وبيتحط لها فلفل ولحمة أو فراخ. ربنا يستر علينا النهاردة وما ناخد لناش كلمتين. جبت البتنجان والبطاطس طبعا كده وقطعته شرايح مدورة زي ما انتوا شايفين كده. اديت له رشة ملح بسيطة وخليته على جنب. جبت بصل وقطعته مكعبات صغيرة برضو. لاني طبعا زي ما بسمع وبشوف ان البصل حاجة اساسية في الوصفة بتاعتنا. صحابي وحبايبي من الدول العربية هم اكتر ناس مشهورين بالاكلات دي. يقولوا لي في الكومنتات اذا كنت انا عملتها صح او غلط، ولو عملت حاجة غلط يعرفوني ويعلموني الصح، وكلنا بنتعلم من بعضينا. يلا كده مع فصين توم انا فرمتهم على ايدي كده بالسكينة. كده انا يعتبر جهزت كل حاجة جنبي، كل الحاجات اللي انا محتاجاها في الوصفة بتاعتي النهاردة. انا عملتها بصدور الفراخ طبعا. ادي عندي صدر فرخة كامل، انا اخدته قطعته الى قطع متوسطة، لا كبيرة ولا صغيرة. طبعا جهزت التتبيلة اللي انا هتبل بيها القطع الفراخ بتاعتي. عبارة عن معلقتين صلصة، ورق لورا، بهارات فراخ، فلفل، كمون، كزبرة ناشفة، 7 بهارات، معلقة زيت، ورحت ضيفاهم كلهم على بعض وهقلب الفراخ فيهم لحد ما تتبل كويس قوي وتاخد من طعم التتبيلة. انا حاسه نفسي ان انا اخترعت كتير قوي في الوصفه دي، بس مفيش مشكله، كله هيعدي وكله هيمشي. انا طبعا عارفاكم انكم بتضحكوا عليا دلوقتي، بس مفيش مشاكل.
انا بتعلم وعايزه اتعلم، يعني انا اول مره اعملها. كده بدي البطاطس تشميعه بسيطه في الزيت، مش بحمرها يعني، بديها تشميعه في الزيت كده عشان ما تبقاش نيه معايا. عفوا يا جماعه، طبعا الصوت متغير شويه لان عندي دور برد شديد. بس الحمد لله يعني على كل شيء. برضو قليت البتنجان برضو كمان. معايا كيلو رز مصري، غسلته كويس. انا طبعا بسمع انها بتتعمل بالرز البسمتي وممكن برضو تتعمل بالرز المصري، بس انا اللي كان موجود عندي ساعتها الرز العادي المصري. كده معلقتين سمنة في صينية على النار، بشوح فيهم قطع الفراخ اللي انا كنت تبلتها تشويحة خفيفة كده. هو ما تشغلوش بالكم يا جماعة، يعني هتنجح هتفشل اهو، يعني كله شغال والحمد لله. كده بعد ما شوحت الفراخ بنزل مكانها بالبصل اللي انا قطعته مكعبات. دي طبعا اللي انا ضفتها القطع الصغيره اللي هي اتقطعت مني وانا بقطع صدور الفراخ، قلت بدل ما اخليها او ارميها فخساره حطيها، يلا اهو كله معاكي شغال وتمام التمام، يعني مفيش اي مشاكل. ضفت التوابل بتاعتي والبهارات طبعا وورق اللورا والملح وفلفل اخضر مقطعاه مكعبات. بعد كده بضيف عليهم الرز، وده اختراعي الجديد. عمركم شفتوا مقلوبة بيتحط الرز مع الخضار مع الحاجة كلها بتستوي مع بعضيها؟ لا طبعا. مش قلتلكوا ربنا يستر النهاردة في اليوم ده؟ كده بعد ما جهزت الحاجات بتاعتي كلها اللي انا هستخدمها هبدأ ارص الحلة بتاعتي. بدأت طبعا بالبطاطس الاول، برصها كده بطريقة معينة في وسط الحلة. انا حبيت اخدهم كده يعني مش فوق بعضيهم، لا جنب بعض، عشان لما اجي اقلب الحلة كل حاجة تبقى واضحة وكل حاجة تبقى باينة على وش المقلوبة من فوق. كده رصيت حواليها قطع الفراخ اللي انا عملتها، طبعا شوحتها، ما اقولكوش كانت ريحتها طبعا جميلة جدا.
اخر حاجة برصها البتنجان على حروف الحلة، بتبقى يعني شريحة البتنجان كده واخدة ميلان في الحلة، بتبقى كده زي ما انتوا شايفين يعني. اهو اي حاجة، ماشي ماشي. يا سلام يا سلام. يلا بينا بقى نضيف الرز على الوش. دي اخر تركاية، نعمل الرز والخلطة بيطة اللي احنا عملناها ونحطها فوقيها. يلا كده ما تنسونيش في الكومنت، وان كنتوا لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا واكتبوا لي كومنت جميل يسعدني، ولايك وشير للفيديو يا جماعة لو عجبكم، او لو ما عجبكوش يعني. في الحالتين اكتبوا لي كومنتات حلوة. كده انا ضفت الرز، وبعدين طبعا الاقي انه رز مصري فما حبيتش اضيف له ميه كتير، فحطيت له ميه حاجه بسيطه يعني يا دوب كده تغطيه. وجاءت اللحظه الحاسمه. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، ادي منظر الحله بتاعتنا بعد ما استوت. شايفين؟ يلا بقى نقلبها ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا قلبتها على صينية الفرن لاني ما عنديش صينية تكفي الحلة، فقلبتها على صينية الفرن ونشوف النتيجة. احنا لينا النتيجة، مش مهم الصينية. طبعا لقيتها كده مش هتنفع، التوتر والقلق يا جماعة مخليني مش مركزة. يلا كده تمام، الحمد لله. يلا هوبا، اهي الحمد لله هوبا. شايفين بقى الخوف والتوتر بيعمل فينا ايه؟ طبعا. طبعا انا كنت قلقانه لحسن تلزق في الحله او معرفش اطلعها، فالحمد لله ربنا سترها معايا. وطبعا لاني اول مره اعمل المقلوبه، فدي النتيجه اللي انا طلعت بيها. يلا كده قولوا لي رايكم في الكومنتات ايه بالظبط، عجبتكم ولا ما عجبتش؟ الرز فعلا كان مفلفل وجميل جدا، رزايه برزايه، والفراخ كانت مستويه. المهم انها في الاخر عجبتهم الحمد لله، وكانت اكله جميله جدا. ودي الفراخ مستوية وجميلة، طعمها كان جميل جدا جدا.